لدي مشكلة بصفتك واحد من أعضاء مجلس الوزراء الموقر، أمانة أحملك إياها لنقلها إلى المجلس لإيجاد حل لهذه المشكلة. شركة موارد للتعدين وشركة عمان للتعدين. شركة عمان للتعدين هي إحدى الشركات الحكومية، وشركة موارد شركة قطاع خاص. شركة موارد يعمل بها عدد كبير جدا من الشباب العمانيين في مجال التنقيب عن النحاس وعن المعادن الأخرى. وجدت نفسها شركة موارد في موقع بأنها تريد تنهي المشاريع اللي أخذتها بسبب نفاذ الكمية، والأمر مرتبط ارتباط كلي بشركة عمان للتعدين، وبالتالي تم تسريح ما يقارب 170 عامل عماني رواتبهم أكثر من 700 ريال فما فوق، والبقية تأتي. المشكلة مرتبطة بوزارة التجارة والصناعة ممثلة في وكيل الوزارة للصناعة، وطبعا حاولنا جاهدين لمقابلة سعادته وحاولنا جاهدين لحل هذه المشكلة، إلا أنها لم تجد آذان صاغية. اليوم أنا أحملك مسؤولية توصيل هذه المشكلة إلى مجلس الوزراء الموقر. هل تريدوا من هؤلاء الشباب يخرجوا عن النص ويخالفوا القانون ويعتصموا ويعملوا تجمهر ويدخلوا سجون على أساس تسمع مشكلتهم؟ معالي الوزير، بما أنك أمامي اليوم أحملك أمانة وبوجه السرعة توصيل هذه المشكلة لمجلس الوزراء الموقر. هؤلاء الشباب يعيلوا أسر، عليهم مستحقات للبنوك كقروض، عليهم مصاريف أسرية شهرية، وبالتالي بينهم في أمرين: يا أما يوقفوا على الأبواب ويشحتوا، أو إنهم يتجمهروا ومن ثم يسمع لهم الصوت. وأنا لا أفضل هذه ولا هذه، أفضل بأن الهيئة العامة للصناعة وسعادة وكيل التجارة للصناعة يتحرك، يسمع إلى نقاشاتنا، إلى رأينا، يستمع إلى هؤلاء الشباب يترددوا من ولايات مختلفة بدءا من شناص إلى صحار إلى لواء، ولكن لحد الحين لم تحل مشكلتهم. المشكلة أن البقية الأخرى في الطريق جاية. شركة موارد للتعدين استغلت بنود العقد بينها وبين شركة عمان للتعدين، وبالتالي لديها من القانون ما يعرفوا يتخلصوا من النصوص القانونية، وهؤلاء الشباب الحين في الشارع. إذا كان يرضي معاليك بصفتك واحد من أعضاء مجلس الوزراء الموقر، ويرضي أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس الوزراء الموقر، وإذا كان الهدف من وجودكم ووجودنا خدمة الإنسان، فأنا أوصل لك هذه المشكلة ومن ثم أدخل أناقشك في بيان معاليك.